السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنس حبيب الملايين، مش حبيب واحد بس. هنبدأ نشوف مع بعض ونشوف علي كمان استلم الوظيفة. علي حسين مهدي استلم بقى الشغل من جوه بقى وحاجة تفرح قوي. المهم بس نتفاعل مع الفيديو ده عشان في حاجات لذيذة كده هنبدأ نشوفها مع بعض. أنس وطارق حبيب رجلان من الذين أنعم الله عليهما، زي الرجلين كده اللي اتذكروا في القرآن اللي قالوا ايه؟ ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. الاثنين ده هم يا مؤمن. تخيل ان هم فتحوا معبر رفح ودخلوا مساعدات قد كده لما عملوا حركة السفارات. لما أنس لجأ ليه؟ هو بدأ ينفعل ويتفاعل ويقول أين السبيل وأين الطريق. خلاص ما يقولش بقى أنا أعمل إيه وأنا اللي هغير الكون. ده ما قالش الكلام ده كله. طبعا السيسي الكذاب راح عمل بلاغ فيه وقال لك ده مستنيني بقنبلة. بفكر نفسه بقى إيه؟ يعني شغل امن الدوله، ويروحوا يجيبوه ويسلخوه ويحمروه، والعيال بقى لها كام يوم شغالين الله ينور، عملها الذكر وخلاص. فتعالوا اللي بس قبل ما نستعرض طبعا انس واللي طالع بيقولوا عايزين نشوف علوة يعني عايز يقول علوة. بس قبل ما يقول هو بص اسمع كده. للاسف الشديد ان كل اللي قلت لكم عليه الفتره اللي فاتت بيتحقق قدامكم النهارده انا بس قبل اي حاجه يا علوة، ايه دور يوسف وهبي اللي انت عايشه ده؟ بتتكلم بصوتك عادي يعني مش فاهم. يعني انا ليه كده انت بتدخن صوتك ليه يا علي؟ مش فاهم. ما خلاص يا علوة، ما خلاص يا حبيبي، ما طالما الشاب شمر كمه ونقى الرز خلاص يا علوة يا حبيبي. وبعدين انت بقيت في حضن الوطن وبتاع، ما انت ولا عايز تدور القناه تجيب لك حاجه؟ دي حاجه تانية وحدوته تانية. علوة طالع متخن بتاع متخن صوته علشان يقول لنا اني مش انا قلت لكم لا امريكا امان ولا اوروبا امان ولا حاجه امان غير حضن الوطن وحضن بلحه يا راجل تعالى وفكك من خلاص. ففيديو حاير طاير فيه ملوش 30 لازمه. علشان ايه؟ خلاص دخل القفص واتقفل عليه. مفكر الناس كلها يعني ممكن ان هي تبقى تطلب دنيا وخلاص، او ترضخ للدنيا عن الاخره وعن الثمن اللي مفروض يدفع. تمام. انس بقى اولا بقى يعني طالع الاول بالصوره دي. خلاص بيقول له مساء الخير يا عبد، مساء النور يا عبده، مساء النور يا عبده. وعامل الصوره دي عارفينها بتاع فيلم اللي هو بتاع مصطفى متولي اللي هو كانوا بيرقصوا له ده. تمام. وبعدين بقى كاتب له كاتب اللي حصل واللي دار واللي اللجان دايرين يقولوا عملناها وعملناها على روحنا. فبيقول له بخ 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 تاني وتالت ورابع يا متعاص يا حرام يا رم. احنا جينا لغاية عندك وصحيناك من نومك في الفندق اللي حجزته كله للشحاتين والمعرضين بتوعك من فلوس الشعب بعد ما غليت عليه البنزين وكفرته في عيشته. انا بس يعني انس اللي بيتكلم باسم الشعب ده، انس اللي بيتكلم باسم الشعب ده. كنا بننشر يعني انا الساعات اللي فاتت كنت بنشر، خلاص كنت بنشر ان احنا نعمل زخم وان احنا نعمل ترند علشان انس ده كان بيتكلم باسم ال 120 مليون. ففين ال 120 مليون في التغريدات والتفاعلات والحاجات والحركات؟ ولا انتوا عايزين تظلموا نفسكم اكتر تاني؟ ان حتى اللي بيتكلم باسمكم لما يغيب عن الصورة، لما يغيب عن الشاشة، فخلاص وكأن شيئا لم يكن. وعد بقى وقيس على كده ايمن البحر درويش واسماء وحاجات كتير قوي. النهارده خلاص ما اللي عدى من قدام عينه نسيه. انما هي القصه اولها واخرها اني انا وده اللي هو يعني اذا صدق الله صدقوا. مفيش حاجه اسمها انت مستني النصر. ليه؟ لان سيدنا يونس قال لا لا لا, لا خلاص الموضوع ده مش، الناس دي ما تنفعش.
فربنا قال له ايه؟ قال له بالماديه مش بالكلام، بالماديه. ركب السفينه فطلعت القرعه عليه فترمى في بطن الحوت، فيا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انا فهمت الحكايه، فهمت القصه، ان انا فعلا ما كانش عليا ان هم يسلموا قد ما عليا ان انا رسولك وبلغ بس، ان عليك الا البلاغ. وان كرهتونا وان شتمتونا وان سفهتوا مننا، مش بتكلم عن اللجان، بتكلم عن اللي في صفوفنا. وان نسيتونا مش مهم، المهم ان احنا نعمل لله، وما عند الله خير وابقى. تمام. فهو بيتكلم باسم الشعب والمعظم نسيه طبعا لما اختفى. قال لك كشفت مكان اقامتك بسبب غبائك والزفه البلدي اللي خلتهم يعملوها لك. قال يعني الناس بتحبك يا فاشل. طلعناك من الباب الوراني لابس نقاب زي ما قلنا لك برضو. تخيلوا يعني انس وطارق مش 120 مليون لا مؤاخذه يعني، مسلمين لشويه ميليشيات ما لهمش لازمه، ما لهمش حاجه يعني. لو الناس طلعت رجاله كده ووقفت، ما حدش شعب يا راجل، اتكلم في شعب يا عمي، اتكلم في شعب له هيبه ولو يعني لو طلع خلاص، والله لو طلع اعزل بخوف جيوش مش جيش. لكن قال لك بس راجلين اهو. يعني انا اتذكر قول الله تعالى رجلان من الذين انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. رجلين قالوا ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. الرجلين دول تسببوا في ان هم فتحوا المعبر، دخلوا مساعدات، عملوا قلق، عملوا خرموا مخ النظام اللي بيقولك احنا قد الدنيا والجيش والصعقه والبعقه والهيبه والغيبه بص خرموا المخاخ، ويعني عملوا فيها بيبي. رجلين اتنين شباب بأمة يعني. قالك كان قدامك 6 أيام تتحرك فيهم دبلوماسيا علشان تاخدنا معاك زي ما المنتفعين والكذابين بتوعك ما كانوا بيقولوا، عشان انت هزق ومالكش لازمه. وفشلت في ده الحمد لله بسبب مجهودات المصريين وغير المصريين الجدعان اللي اثبتوا انهم ايد واحده ضدك، والرجاله اللي وقفت في ظهرنا. عملت بلاغ كاذب كيدي باسم الهيئه الرئاسيه وباسمك شخصيا، بتتهمني فيه باني معايا قنبله، وعايز افكرك كذاب وغبي كمان، والعالم كله عرف انك مش بس ديكتاتور ولا كمان، لا وكمان كذاب وغبي. صورة الاتهام مرفقة بالهولندية. بعد ما اسقطوا كل التهم الكيدية وعرفوا انك قدمت بلاغ كاذب كيدي غير حقيقي، قرروا الافراج عنا بدون اي شروط، وسنقوم بمقاضاتك بتهمة البلاغ الكيدي الكاذب. على فكرة بلاغ زي ده يعني ان لم يعني خلاص يتعمل له خاطر ويتعمل له بتاع، يتعمل له خاطر من فلوسكم يعني اذا اتعمل له خاطر ويعني ايه، هو المفروض القانون قانون، بس خلاص احنا شفنا الوش الحقيقي للاوروبيين وللغربيين في غاز. خلاص كشفت العالم كله، المدينه دي كشفت الدنيا كلها خلاص. وادي دلوقتي السودان وادي انما لسه في شيء من الايه، ان لما تبقى القضيه كده على عينك يا تاجر، فبيبقى في شيء من الله. فالبلاغ، حته البلاغ دي اكيد مش هيستوقفوه ويحققوا معاه خلاص. ليه؟ لانه ده جاي هياخد ويدين البلد اكتر ما هي مديونه، وفي الاخر الديون دي اذا ما تسددتش خلاص هياخدوا من مصر اللي هم عايزينه، وادي الشعب كله تحت السيطره. انما الشاهد في الموضوع ان الرجاله بيقولوا له يعني ايه، تيجي تصيد ويصيدك، يعني تيجي تصيد ويصيدك. قال له ال7 أيام دول كانوا نعمه من ربنا انهم يخلونا نرتب افكارنا بشكل افضل، ويحصل كمان انتخاب طبيعي لقدرات ومهارات شباب انها تخرج للنور، والموضوع اصبح غير مركزي وملوش علاقه بانس وطارق، لا ده حاله شباب مصري حر عايز لبلده وعايز يعيش بكرامه وحريه وعزه. احنا مستعدين ندفع اي ثمن
عشان احنا بنناضل لقضية حق الشعب المصري في الكرامة والحرية، وانه ما يكونش خاضع وتابع، ورئيسه ما يكونش واحد كذا خلاص. وبيقول والله انا انا ما لقيتش بلد، انا لقيت اي حاجة كده وقالوا لي خد دي وخلاص. تمام. احنا اليوم السابق والحالي والتالي، وخرجنا خاوة ورغما عن انفك زي ابو تمام. ف انس بيقول له مسا مسا، ها، ورجعنا والرجاله حاضرين. وانا بقول للكل كلام ربنا واضح وصريح، ان انتوا ما عملتوش بيه فانتوا ما خدتوش النتائج. انتوا على الارض ما عملتوش بيه وما خدتوش النتائج. فاحنا بره خلاص، الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، فروحنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هنوريك الطريق لنا فين، وامنك عندنا. اذا انت صدقت رب العالمين سبحانه وتعالى، خلاص. هو ربنا قال لك ايه؟ الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. السؤال ده هيتقال لمين؟ هيتقال للي بلع لسانه وسكت وقال لك انا مغلوب على امري وما اقدرش اعمل ولا حاجه. فربنا لما قال له ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فكان على الله سبحانه وتعالى، ومحدش يكتب على الله أي شيء، وإنما ربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن يحميه. علي حسين رجع بإرادته بمزاجه، هو اللي قرر يرجع، ما بهجت اهو، ولا اتمسك ولا حد وتوقف واتمسك ولا حد، لا راح ترحيل ولا أي كلام، وفي معارضين قد كده، إنما هو اللي رجع بقرارة نفسه. خلاص. هو قال لك بقى الدنيا خلاص انا اخد السهل، الاخره دي والله مش حكايه بقى. خلاص. فلقى الفقد والبتاع، طب ما هو كده يا جنب بلوش يعني العمل زي اللي ما عملش، مش ممكن يعني. تمام. فربنا سبحانه وتعالى حماهم، وربنا سبحانه وتعالى يحميهم، وربنا سبحانه وتعالى غالب على امره، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره من في الأرض جميعا.